حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني قد الدنيا كلها. حبة تريكات للنظافة اليومية، حبة تريكات صغيرة جدا لو اهتميتي بيهم وعملتيهم كل يوم هتلاقي تطور حلو جدا في بشرتك وجسمك وكل تفاصيلك. بداية أول حاجة لازم يكون لينا روتين يومي صباحي ومسائي لبشرتنا. بشرة وشنا ليها حق علينا، جلسة تنظيف بشرة شهرية، وطبعا في فيديو كامل للروتين اليومي الصباحي والمسائي باستخدام السيرامات الخاصة بالروتين. تاني حاجة الديرما بلاننج، أزيل الشعر الوبري والجلد الميت مرة في الأسبوع، مرة كل 10 أيام أو أسبوعيا. طيب كمان حاجة من الحاجات البسيطة، أعمل مقشر لشفايفي، يعني نقول مرتين في الأسبوع. نسيب بقى بشرتنا ونيجي على شعرنا، حمام زيت كل اسبوع لمده ساعتين فقط بالبروكاب او حتى بدون بروكاب، وبعدين ادخل اخد شاور كويس جدا جدا بالشامبو بتاعي واحط الكونديشنر بتاعي واطلع ابخر شعري لو انا مستطاع ان انا اعمل كده. مش مستطاع، السيرم بتاعي الجميل او الكريم او بديل الزيت بتاعي الجميل. طيب يوميا لازم ناخد شاور يوميا، لازم نرطب بشرة جسمنا يوميا. طيب لو ما رطبتيش، سيلولايت، جفاف، تصبغات، كلف، بشرة مش موحدة، بشرة جافة، مشاكل بسبب عدم الترطيب، اي مرطب استخدميه من اول هنا لحد رجلك. نرطب بشرتنا، بشرة جسمنا بالكامل بعد كل شاور، بعد كل شاور. من التريكات الجميلة قوي ان انا بحط حبة دم غزال على الكريم المرطب بتاعي، بيديني لون وردي للجسم يجنن بدون ما اعمل مجهود قوي. ونفس النقطة دي بس ازيد في علبة صغيرة بره بحطها على كعب الرجل فقط، ولو بحب الاماكن دي تكون حمراء شوية بدون تكلفة نهائي. كمان حاجة بسيطة جدا قبل ما اطلع من الشاور، او لو هتنتظري فقط نص ساعة، الديودرنت الجميل بتاعنا ما ينفعش يتنسي يا بنات. جسمي اسبوعيا لازم نعمل حمام مغربي او دلكة سوداني، وطبعا كل الحاجات دي موجودة بالتفاصيل عندي. حاجة بسيطة كمان لسناننا، كل يوم طبعا معروف ان احنا بنغسل سناننا مرتين اقل حاجة في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، واستخدام الفرشة بيكون من فوق لتحت مع كل سنتين بنستخدمهم مع بعض. التركاية الصغيرة ان انا ممكن اجيب اللزق بتاع التفتيح واستخدمه كل شهر، ولو مفيش امكانية ان احنا نجيب غسول للفم مية بملح هيطهر اللثة وهيقلل الالتهابات وهيخلي ريحة بقنا حلوة جدا. السواك من الحاجات الرائعة اللي انا بحبها شخصيا، لكن لو بتحبيها تمام، مش بتحبيها مفيش مشكلة، استعملي بس المية بملح. جلسة بقى تقشير لكعب الرجل، مش هنقول باديكير ومانيكير وفلوس كتير، مش هنقول خالص كده. حبة مية سخنين مع حبة ملح مع بيكربونات الصوديوم، ونحط رجلينا شوية، ننشف رجلينا خالص، ونستخدم المقشر بتاع الرجل، مش المقشر اللي هو الحديد، لا، اللي هو شبه الحجر بتاع زمان ده، وننظف الرجل تماما، فبالتالي الجلد الميت يتزال اول باول. ونقطة دم الغزال بتاعت اول الفيديو نحطها تاني، هتلاقي شكل رجلك يجنن. طبعا يفضل عمل جلسة باديكير ومانيكير حتى لو مرة في الشهر. واخر حاجة بنوتة، يعني ريحة حلوة، وحتى والله انا دايما بقول بنات او شباب يعني ريحة حلوة. حبة برفيوم، كريم معطر عندي احطه على جسمي، فازلين، واحط زيت عطري لو انا الامكانيات مش سامحه، واحطه في الاماكن، احط حتى في اماكن النبض وفي الاماكن اللي هي ممكن تبقى جافه عندي، هتلاقي ريحه جسمك جميله. في حاجات دلوقتي برفيوم صغيره تستر كده صغيره اسعارها رخيصه، احط حبه برفيوم وانا في البيت، يبقى ريحتي حلوه ويومي جميل. وان شاء الله دايما كلكم زي القمر وحلوين وجمال. بس كده، باي باي.